والسلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم بطبيعه الحال بواحد الوصفه اللي هي جديده، الوصفه ديال الشعر اللي جد فعاله 100%. عن تجربه، هاد الوصفه حبايبي اي وصفه كنزلها في قناتي راه كنستخدمها انا. هاد الوصفه بالذات تقدري تحضريها كل اسبوع، ديريها للشعر ديالك فين ما تسالي تحضريها. انا كانت عندي من قبل ودابا بغيت نحضرها معكم. هي فيها مكونات، جوج ديال المكونات ومكون ثالث اللي هو الماء فقط، اللي فيه حوايج طبيعيين ولكن جد فعالين للشعر. الى اول مره تدخلي لقناتي ما تنسايش تشتركي في القناه فضلا وليس امرا، غير باش يبقاو يوصلوك الفيديوهات ديالي باش تستافدي منهم حتى انت حبيبتي كيف ما انا كنستافد. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا حبايبي، هاد الوصفه هذه غادي نستخدم فيها اول مكون اللي هو اساسي ومفيد جدا للجسم وكذلك للبشره والشعر. فهاد الوصفه هذه راه مفيده حبايبي الكرام وعن تجربه، اللي هو حبه البركه، فهي مفيده جدا وفعاله. هذا المكون هو الاساسي اللي كنستخدموه للشعر ديالنا وبزاف ديال الحوايج كنقدروا نستافدوا منه. هاد الوصفه هذه حبايبي غير جربوها دوموها دائما وغادي تستافدوا عليها بزاف، حيت فيها المكونات اللي كيحتاج الشعر ديالنا. غير فاش كتضيفوا هاد الخليط هذا او هاد الوصفه هذه الشعر، خاصكم ضروري حبايبي الكرام تفركوا الشعر ديالكم مزيان، يعني بحال هكا تغسلوه وتبقاو ديروا ليه واحد الحركات باش كي يدخل حبه البركه في الشعر ديالنا باش كتقدر تعطيني واحد النتيجه اللي هي مزيانه. هنا انا غادي نستخدم معلقه فقط ديال حبه البركه، وغادي نستخدم القرنفل اللي هو ثاني مكون رئيسي في هذه الوصفه هذه، مفيد جدا. وكنعرفوا يعني القرنفل فيه بزاف ديال الفوائد وكنستخدموه في بزاف ديال الحوايج. فالقرنفل ضروري ما نستخدموه للشعر. الا كان عندك الحجبان ديالك رقاق، الا كان عندك الشعر اصلا ما كينوضش، فالقرنفل ضروري ما كنستخدموه في الشعر، خصوصا الا كنتي دائما ديري في زيت الزيتون وخليه غادي تدهني به الشعر ديالك، كتكون فيه واحد الريحه اللي زوينه. وزيت الزيتون كيف ما كنعرفوا في قديم زمان كانوا كيستخدموه اكثر من كيستخدموا هاد الوصفات حاليا دابا اللي هي بزاف ديال الانواع ديال الزيوت بدون فائده. انا عندي هاد القطران هذا، فانا كنزيد عليهم حتى القطران اللي هو الطبيعي اللي كيكون رقيق ماشي غليظ، فكذلك كيعطيني واحد اللمعه الشعر ديالي واحد الرائحه اللي هي زوينه، وكتشقي به الشعر ديالك وكيخلي الشعر ديالك يعني ينوض. الا كان عندك الشعر رقيق او كانت عندك فيه صلعه او نفترض الشعر ديالك كان خفيف، فهاد الوصفه راه فعاله جدا حبايبي. زدت عليهم كأس ديال الماء اللي هو كافي، غادي يكفيني لمده ديال اسبوع. ضفت انا هنا شويه ديال القرنفل والحبه السوداء فقط، وضفت عليهم كأس ديال الماء، حيت الوصفه اللي غادي نستخدم معكم اليوم يعني بالماء فقط، يعني بدون الزيت بدون حتى شي حاجه. اللي انا كانت كتعجبني بزاف، مع كتعرفوا الحاجه اللي كتكون سائله فيها الماء احسن من الحاجه اللي كتكون فيها الزيت، مع الزيت كيكون يعني فيه ديك الحاجه فيها دهنيات فكيدير في الشعر. ولكن هذه فاش كنستخدمها كنقدر نخليها انا في الشعر ديالي، نشقى نكمل الامور ديالي كامله. عاد كنغسل الشعر ديالي وكنضيف ليه اي شامبو كنستخدموه للشعر ديالنا، وكذلك فاش كنخرجوا من الحمام كنشفوا الشعر ديالنا بشفوطه، وعاده كنشفوه بالششوار عادي، كنضيفوا ليه داك الششوار باش الشعر ديالنا كيدير ما كيبقاش يعني من تدخلي الحمام تكملي تخلي الشعر ديالك معاه هكاك كيعيي الشعر. هذه هي الوصفه اللي حضرت معاكم. اغلبيه ديال المرات كنخلي داك الشيء اللي فيها انا في القريعه بحكك، يعني كيبقى في القريعه حتى كيطلق داك اللون ديالو، كيولي اللون ديالو احمر، اللي هو انا كنحتاج كيخرج من القرنفل ومن الحبه السوداء. ضروري حتى كيولي اللون ديالهم باهت. عاده كنقدر انا نصفيهم وكنستخدمهم حبايبي الكرام لمده ديال الاسبوع بالكامل. كنقدر نجدد الوصفه ملي كيكمل داك الاسبوع، انا كنحضرها وكنحطها في الثلاجه. مني كيكمل داك الاسبوع حبايبي الكرام فكنجدد الوصفه عاوتاني وكنبقى نستمر عليها حتى يعني كنحصل على واحد الشعر اللي انا محتاجاه، وكنشوف الشعر ديالي ولا ما كيبقاش كيطيح وكيولي كينوض طلعت ليا الخلفه، عاده كنقدر ديك الساعه نوقفو.
اي وصفه. هاد الوصفه هادي تقدري تحضريها يعني في وقت قصير جدا، وتقدري تستعمليها للوليدات ديالك، لاختك، لنفسك انتي. هاد الوصفه هي حتى الا كان عندك الشيب في الشعر ديالك، حيت كتكون الشيب السبب ديالو النقصان ديال الفيتامينات في الجسم، فهاد الوصفه ليك. يعني ما كيبدلش اللون، ولكن كيخلي داك اللون اللي في الشيب كيتحيد، كيبقى حتى كيحيد بوحدو مع الايام، كيتحيد غير بوحدو. غير جربي هاد الوصفه، ما خاسره حتى شي حاجه، فيها وصفه طبيعيه، ما غادا تضر لك الجسم ديالك، ما حتى شي حاجه، بالعكس كتخلي لك الخلفه ديال الشعر ديالك تطلع. وكذلك الشعر لا كان قصير كيطوال، كان الشعر ديالك داير يعني كتحسي به حرش، فغادي يولي رطب. غير ما تكتريش من المكونات باش ما يشفش لك الشعر ديالك. معلقه ديال الحبه السوداء، وكتضيفي شويه ديال القرنفل اللي هي نصف معلقه او معلقه، المهم معلقه ما تكتريش، وضيفي عليهم كاس ديال الماء. فهاد الوصفه راها كافيه حبايبي، راها غادا تدي معاك اسبوع بالكامل. تقدري هذيك الساعه تجدي الوصفه من اول وجديد، وكتبقاي تستمري عليها لمده ديال اسبوع او ثاني حتى كتشوفي النتيجه اللي بغيتي انت. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه حبايبي الكرام، وما تنساوش تعاونوني ببارطاج الفيديو ديالي والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا، غير باش دائما يبقى يوصلكم جديد ديال هذه القناه هذه. كنتمنى تعجبكم قناتي اللي هي قناتي وقناتكم في نفس الوقت. كيف ما كتشوفوا معايا هنا حبايبي، بعد ما غلى انا هنا مزيان، انا هنايا غادي نصفيه قدامكم غير باش نوريكم الطريقه باش تصفيه يعني عادي. فانا كنستخدموا بزاف ديال الحوايج كنستخدمهم هنا عاده، كنحولهم للقريعه الاخرى الصغيره. فانا هنايا غادي نجيب مصفى عادي وغادي نصفيه به بحال هكذا ديال الحديد، و غنحيد داك القرنفل كيتحيد. ولكن انا بطبيعه الحال الوصفه باش كنستخدمها ما كنستخدمهاش في نفس النهار، لا كنحضرها لثاني نهار. كنلقى داكشي ديال القرنفل وديال الحبه السوداء طلق في داك الماء اللي بغيت انا، وكتكون الريحه ديالو مجهده وكيعطيني النتيجه اللي هي فعاله جدا جدا. فهنا بعد ما كتصفيه كتخليه حتى كيبرد مزيان. تقدري تحلي عليه او تحطيه في اي حاجه، في كاس ولا في شي حاجه حتى كيبرد، وتقدري ديريه في الرشاشه. انا هذيك هي اللي كتعجبني بزاف وكتخليني يعني الشعر ديالي كامل يعني الشعر ديالي كامل كندهنه بهذا السائل هذا اللي هو فيه القرنفل وحبه السوداء حبايبي. فهي جد فعاله 100%، غير جربوها ما خاسرين حتى شي حاجه، يعني ما فيهاش بزاف ديال الوقت. انا راه كنحضرها في الليل وكنخليها حتى لثاني نهار عاده كنستعملها. انا راه كيف ما قلت لكم حبايبي ما كنحيدش ليه هذاك الحشف ديالها اللي هو فيه حبه السوداء والقرنفل، انا كنخليهم فيها حتى لثاني نهار عاده كنصفيها وكنستخدمها الشعر. ضيفيها في اي رشاشه باش تبقاي يعني دائما تستخدميها الشعر ديالك تجيك سهله. هاد الوصفه هذه النتيجه ديالها جد فعاله 100% حبايبي الكرام، وعن تجربه، وما فيهاش شي حاجه اللي هي خطيره او كتضر الجسم او الشعر. فهاد المكونات جد طبيعيين ومفيدين جدا، هماش كانوا كيحضروا في قديم الزمان وكيكون عندهم الشعر احسن من حاليا دابا. غير استمروا على واحد الحاجه باش كتستافدوا منها. نتلاقاو ان شاء الله حبايبي كيف ما عودتكم دائما في فيديو جديد، في وصفه جديده اللي انا دائما كنحضر معكم الوصفات اللي هي طبيعيه ما فيهاش شي حاجه اللي كتضر. فنتمنى تعجبكم، وغادي نخلي لكم مكونات هذه الوصفه هذه وصندوق الوصف حبايبي اللي بغى يحضر الوصفه هذه. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي نهار جديد. الى اللقاء حبايبي الكرام.